فيديو النهارده هعرفك ازاي قدرت اعمل 300 جنيه في ساعه واحده بس. اتعلمت مهارتين، المهاره الاولى الجرافيك ديزاين والمهاره التانية المونتاج. بعد ما تتعلم المهارتين دول هتعمل اول حاجه، انت هتحتاج لعميل. طيب العميل ده بعد ما توصل له، اول حاجه تتفق معاه. انت طبعا لسه اتعلمت انت لسه متعلم المهاره وما عندكش اي تجارب وما عملتش اي تصميمات، ما عملتش مونتاج لاي فيديو. انت طبعا عايز تجيب عميل، عايز تنتج من المهاره دي فلوس. طيب هتجيب اول عميل. بعد ما تجيب اول عميل هتتفق معاه انك هتعمل التصميم او هتعمل المونتاج. اول تصميم ليه او اول مونتاج ليه هيكون مجانا، بحيث ان انت هتكون عملت شغل. ثانيا بعد ما تتفق معاه ان اول فيديو او اول تصميم مجانا، انت بعد كده هتتفق معاه لو الشغل عجبه هتبدا معاه بفلوس. يعني مثلا بعد ما تبدا معاه بفلوس هنقول مثلا التصميم على حسب التصميم ده ايه. يعني مثلا اللوجو، لو عملت لوجو ممكن تاخد مثلا على اللوجو الواحد 50 60 70 ممكن 80، على حسب اللوجو بتاعك، على حسب التصميم بتاعك، على حسب المهاره دي انت في انهي ليفل بالظبط. في مهاره تانية المونتاج بعد ما تتعلم المهاره. المونتاج بعد برضو ما تتعلم المهاره وتتواصل مع اول عميل، وزي ما قلت لك هتقول لأول عميل أول فيديو مجانا. بعد كده هتتفق مع السعر. سعر المونتاج بيبدأ من أول 150 لحد 200، في 350، في 500، في 1000، على حسب انت هتعمل ايه. بس انت هتتفق مع العميل لانك لسه مبتدئ. هتقول له مثلا لو الفيديو عجبه باذن الله بعد ما تتعلم المهاره الفيديو عجبه، هتتفق معاه ان من فيديو من اول 30 ثانيه لحد دقيقه هتتفق معاه مثلا من 150 ل 200 جنيه. المهارتين دول صدقني انت لو اتعلمتهم وطورت من نفسك فيهم هتوصل فيهم لحته بعيده جدا. اسعار المونتاج اللي في السوق، بص لو انت لسه مبتدئ هتاخد حوالي 5000 جنيه، من 5000 جنيه لحد 10000 جنيه في الشهر. لو انت متوسط هتاخد من 10000 جنيه ل 25000 في الشهر. لو انت محترف من 25000 لحد بقى، بص ملهاش نهايه الاسعار المونتاج الصراحه. فاهمني؟ على حسب بقى، انت ممكن تمنتج فيديوهات ريل تيك توك انستا، فاهمني؟ فيديوهات المونتاج بتاعت اليوتيوب ليها سعر تاني. التمثيل اصلا ليه مونتاج، فاهمني؟ هيكون سعره تاني خالص. فعشان كده مفيش من يعني المونتير المحترف بيبدأ راتبه من أول 25 في الشهر لحد بقى، أنت فاهمني؟ مش على حسب بقى السعر اللي هو هيحدد. عايز أبدأ المهارة تتعلمها منين؟ عايز تتعلم المهارة، عايز تجيب أول عميل، استناني في الفيديو الجاي أشرح لك فيه تبدأ تتعلم المهارة إزاي، تبدأ تجيب أول عميل إزاي. أنا الحمد لله بدأت في المهارة تمام، وعايزك تتابعني خطوه بخطوه بحيث ان انت تتعلم كل جديد وتتعلم ازاي الغلطات اللي انا غلطتها انت ما تقعش فيها في الاول. عايزك تتابعني عشان تعرف الاخطاء بتاعت اللي انا بدات فيها، بحيث ان انت ما تقعش فيها زي ما انا وقعت فيها في الاول. تاني حاجه عشان تعرف كل جديد انا بعمله، كل حاجه انا بنزلها صدقني اللي هي هتفيدك. بس ده كان فيديو النهارده، ما تنساش انك تتابعني عشان يوصل لك كل جديد. سلام.